مرحبا، وصفة اليوم هي حرق طبقات ليمون، وطبقونا حطوا لايك كتير. لتحضير الطبقة الأولى نحط أول شي بسكوت سادة قالب الجزر 75 جرام. نضيف فوقهم الزبدة السائلة وزن 80 جرام. هنحصل على هذا القوام متماسك وبوزعهم بقلب الكاسات. هلا بضغط عليهم أسفل الكاسة. وهلا بدخلهم ثلاجة لمدة 30 دقيقة لتتماسك عنا طبقة البسكويت والزبدة. لتحضير الطبقة الثانية بحتاج حليب 4 أكواب. ضيف فوقهم سكر 3/4 الكوب، نشا باودر كمان 3/4 الكوب، لبن الياغورت نص كوب. بحركهم كلهم على البارد حتى يذوب عنا السكر بالنشا. حطهم على النار مع التحريك المستمر حتى ما يصير عنا تكتلات. هلا إذا صار فيهم تكتلات وما ضل عنا الخليط كريمي فينا نخلطهم بالمكسر لحد ما يرجع عنا قوامهم ناعم. هلا بلش يتقل عنا الخليط، ضل حرك فيه منيح ليتقل مظبوط، وبعدين بطفي تحته النار وبصبه فوق طبقة البسكويت والزبدة. هذا قوامه بيكون عنا جامد بهذا الشكل. هلا ببلش صبون بعد ما طلعت الكاسات من الثلاجة. هي بعد ما خلصت الطبقة الثانية وصبيتهم كلهم كمان بدخلهم على الثلاجة لمدة نص ساعة. عندي هون ليمون 3 حبات، هلا بعصرهم بدي مقدار نص كوب مشان الطبقة الثالثة. هلا بضيف أول شي نص كوب سكر، بضيف فوق عصير الليمون كمان نصف كوب، بضيف فوقهم كوب ونص مي، نشا الذرة بحط 3 معالق متوسطة، وبحركهم هلا كمان على البارد يدوب عنا النشا والسكر وبحطهم على النار. فينا هون نضيف لهم ملون أصفر مشان يعطي لون الليمون، صبغة مشان تعطينا اللون الأصفر شوي. حطيتهم على النار وبضل حركهم لحد ما يتقل عنا قوام المزيج. هاي المزيج بعد ما تقل عنا هلا بطفي النار تحته وبحطه فوق الطبقة الثانية. هلا بدخلهم للثلاجة كمان مدة نص ساعة لحد ما تسمك عنا طبقة الليمون، ومنزينهم بالفستق الحلبي أو حسب المتوفر عنا. آخر وحدة مين بده يحطها؟ أنا. برافو شطورة. هلا بتركهم بالثلاجة تقريبا مدة ساعتين لحتى يبردوا عنا ويتماسكوا كتير منيح. لا تنسوا لايك كتير واشتراك كمان كتير وشارك كتير. باي.